حلو، مظبوط، ينفع في انترفيو. تقريبا اخصائيين كتير جدا بيسالوني على الصفحه وهنا على القناه على اليوتيوب ازاي اعمل انترفيو لو انا بقدم في وظيفه اخصائي تخاطب او اخصائي بشكل عام. ايه المفروض اكون جاهز عشان اعمل المقابله بشكل كويس، وايه الاسئله المتوقعه، وايه ترتيب التحضير اللي انا المفروض اعمله عشان لما اجي اعمل انترفيو اكون بيرفكت، واكون دماغي او ذهني حاضر، ويكون كل حاجه بالنسبه لي جاهزه وما عنديش ادنى مشكله. نسمع الفيديو للاخر بالتركيز وبالورقه والقلم، وتعالوا نعرف التفاصيل مع بعض. ارجوكم كملوا الفيديو للاخر، يلا بينا. بصوا يا جماعه، هو دايما اقول كده الانطباع الاول بيدوم، فدايما خلي بالك وانت بتعمل الانترفيو او المقابله اللي انت هتعملها في المؤسسه او في المركز او في اي مكان هتعمل فيه انترفيو كوظيفه اخصائي، سواء بقى اي تخصص من التخصصات بتاعه الاخصائيين. فانت محتاج يكون رقم واحد هتعمله المظهر العام بتاعك يكون كويس. وهنا انا ما بطلبش منك انك تكون مأفور في اللبس، يعني البس لبس لطيف. ممكن يكون لو يعني انا بفضل يكون افضل لبس عندك، افضل مظهر تقدر تظهر بيه بشكل كويس قدام المكان اللي انت رايح له. لان زي ما قلت كده المظهر الاولاني او الشكل الاولاني بيدوم. بلاش افوره، بلاش بدل من اللي بتلمع الاوفر دي، بلاش تلبس اكسسوارات مستفزه عشان ممكن حد يعلق لك عليها. خلي بالك الاكسسوارات اللي لابس في الايد سواء ولد او بنت. بلاش لو انت بنت تبقى الميك اب بتاعك اوفر. الولد طبعا زي ما قلت الاكسسوارات والشكل او الهندمه الشخصيه تكون حالق ومظبط نفسك كده بحيث يكون الشكل او المظهر العام بتاعك كويس. انا ما قلتش ان ده حاجه اساسيه في الانترفيو او بيحدد، لكن انا شخصيا لو انا بعمل انترفيو او انا اللي بقوم بالمقابله مع الحد، لو انا شايف ان الشخص اللي قدامي مهمل في نفسه اكيد هيبقى مهمل في شغله. فبالتالي خلي بالك من النقطه دي، ودي اول جزئيه لازم تاخدوا بالكم، لازم تاخدوا بالكم منها كويس جدا. تاني جزئيه معانا وهي يعني هنقول كده خطوات تباعا. اول حاجه هي التعريف بالنفس. عاده لو انت بتعمل انترفيو اول حاجه يقول لك ايه، عرفني نفسك او كلمني عن نفسك او قول لي انت مين او انتروديوس يور سيلف، اي حاجه يعني من الحاجات دي لو انت بتعمل الانترفيو بالانجلش او حاجه شبه كده. فالمفروض تكون محضر نفسك كويس جدا جدا جدا. يعني ايه تعرف نفسك؟ يعني البيانات الاوليه بتاعتك، الاسم ثنائي او ثلاثي، ما تزيدش عن كده، ويستحسن يكون ثنائي، وليكن اسمي احمد جمال، مواليد وليكن محافظه كذا، الدقهليه او المنصوره، يعني تاريخ ميلادي كذا او عمري كذا، ويستحسن تقول العمر ما تقولش تاريخ الميلاد. وبعد كده تنتقل لجزئيه اخرى وهي جزئيه الدراسه، او ممكن تتكلم عن نفسك. احنا كده لسه في التعريف الاولي ما اتكلمناش عن تفاصيل قوي. فبتقول مثلا انا خريج كليه كذا كذا وليكن معهد او كليه كذا كذا، سنه التخرج مهمه، التقدير بعد كده يعني وليكن انت خريج كليه خدمه اجتماعيه بتقدير عام جيد جدا، دفعه 2000 مثلا، وان شاء الله 10 2020 اي حاجه. هنا في اللحظه دي بقى ممكن تتوقف انت، بس انا شخصيا ما بفضلش انك تتوقف. ما تديش فرصة للشخص اللي قدامك انه يبقى اتاك او يهاجمك او تبقى السؤال من عنده، عشان انت لو اديت له مساحة ان هو يسألك هتبقى دايما في وضع الدفاع او في وضع الاجابة، وانت في اللحظة دي هتبقى مش متوقع الاسئلة. كلنا بنتوقع الاسئلة اللي هتبقى في الانترفيو، ولكن في اسئلة دايما بتبقى مش متوقعة. فدايما ما تديش مساحة، كمل كمل. هو قال لك عرف نفسك، ساعتها لو قال لك اقف يبقى اقف، لكن لو قال لك كمل فانت ساعتها تبدا تشتغل بقى او تقول له الدراسات العليا او الكورسات اللي انت اخدتها. فتبدا تقول له مثلا انا اتخرجت في 2013 ولكن كملت دراسات عليا وليكن في 2014، فتبدا تسرد تباعا الدراسات العليا اللي انت عملتها، سواء ابتديت بدبلومه وليكن ابتديت في سنه كذا. ويستحسن ما تقولش بسنه البدايه، دايما قول سنه التخرج بتاعه الدبلومه او الدراسات العليا، بدايه من الدبلومات لسنين التخرج بتاعتها وصولا الى الدكتوراه او الماجستير. فتبدا تقول تباعا كل الدراسات العليا اللي انت عملتها. ده بجانب طبعا اثناء ما انت بتقول لو انت اخدت كورسات تبدا تقول
طبعا اخدت دوره وليكن في مجال مثلا يعني المقاييس، مقياس كذا، دوره مثلا في تشخيص التوحد، ايا كان اي كورس انت خدته، او مثلا دوره في اضطرابات النطق والكلام، دوره في اضطرابات الصوت، دوره مثلا في الاورال موتور، اي حاجه، اي تفصيله انت اخدتها اشرحها واسردها بالتفصيل، وقول كمان التقديرات بتاعه الدبلومات او بتاعه الدراسات العليا اللي انت عملتها. وكمان لو انت مثلا عملت الماجستير فممكن تقول موضوع رساله وتتكلم عنه شويه بشكل مختصر جدا، او ما تتكلمش عنه، يعني حسب الموضوع. لو الموضوع مفيد بالنسبه لك اثناء الانترفيو في المجال بتاعك اتكلم عنه شويه. لو مش مفيد وبعيد عن المجال فاختصر وقول كفايه قوي الموضوع او اسم الرساله بتاعتك، يعني الموضوع اللي انت كنت بتتكلم فيه. بعد كده ممكن تنتقل للجزئيه اللي بعدها، وهي المهارات او الكمبيوتر او اللغه او بشكل عام السوفت سكيلز بتاعتك. انت اتعلمت ايه غير الدراسات العليا والكليه بتاعتك او الكورسات؟ اكيد يبقى عندك الكورسات الخاصه بالمجال اقصد، اكيد لازم يبقى عندك مهارات او سوفت سكيلز تساعدك انك تشتغل في اي مؤسسه، او تخليك عندك مهارات تخليك تشتغل او تبقى جاهز لسوق العمل. زي مثلا مهاره الملاحظه، مهاره التسجيل، الكمبيوتر طبعا بتفاصيله، الاوفيس ده حد ادنى، يعني الاوفيس ده مش حاجه واو يعني، الاوفيس فوتوشوب، انك تشتغل الاوفيس ده بيشمل بقى الباوربوينت، بيشمل الاكسل، بيشمل الوورد طبعا على راسهم. طبعا الويندوز ده طبعا يعني ما اعتقدش ان في حد دلوقتي ما يقدرش يستخدم ويندوز. طبعا انجلش او اللغه التانية. حد هيسالني انا كاخصائي يهمني يبقى عندي لغه ليه؟ ازاي السؤال ده اصلا يتبادر في ذهنك؟ طبيعي جدا يبقى لازم عندك لغه. بتكتب ريبورت محتاج تكتب كلمه انجلش، محتاج يبقى عندك لغه. جايلك ريبورت محتاج تترجم حاجه، على الاقل تبقى يا سيدي عارف نص الريبورت اللي جايلك، تبقى عارف الكلام اللي بيجيلك او مصطلحات بتاعه الامراض او بتاعه التشخيصات، فيبقى عندك حد ادنى من المعرفه بالانجلش، حتى لما تحب تبحث تبقى عارف بتقرا ايه. كمان الكمبيوتر، حد هيقولي برضو ليه كمبيوتر وليه لازم يبقى عندي المهاره دي وانا رايح اعمل انترفيو بتاع الشغل؟ واقول لكم مثال، يعني لو انت مثلا وليكن اخصائي والمفروض منك او مطلوب منك انك هتعمل او تشتغل مع حاله، ومطلوب منك تقرير مثلا اسبوعي او شهري، فالمطلوب منك انك المؤسسه دي بتشتغل بالكمبيوتر او بتشتغل بشكل احترافي، فمحتاج انك تكتب التقرير بتاعك على الكمبيوتر ويتطبع. فقول لي بقى هتكتبه ازاي؟ وطبعا لو عندك خبره في الانترنت او اي حاجه تانية اضافيه سواء البرمجه او السوشيال ميديا او التسويق، قولها وانت قلبك جامد، قول. وطبعا هتفيد. هتقول لي هتفيد في ايه؟ كل حاجه بتفيد في الشغل. النقطه اللي بعد كده وهي نقطه الخبره العمليه ومده التدريب او الشغل السابق، ودي اخطر حاجه خلي بالكم منها. لازم تكون محدد مده التدريب اللي انت اتدربتها من وليكن مثلا اتدربت من 2015 ل 2016 لمده سنه في مركز كذا على وظيفه كذا، ومن 2015 مثلا اتدربت في مكان كذا او امتهنت او اشتغلت في مكان كذا لمدة سنة او لمدة سنتين او قعدت 6 شهور. بس خلي بالكم بقى من جزئية مهمة جدا، هقول لكم على تريكة بسيطة. لو انت المدة بتاعتك كانت كبيرة في الشغل، يعني مثلا قعدت 3 سنين 5 سنين 4 سنين وبعدين سبت الشغل، توقع سؤال من اللي بيعمل معاك الانترفيو، هيقول لك انت سبت الشغل ليه بعد المدة دي كلها مع ان انت كنت مستقر؟ فلازم تكون محضر اجابتك، ولازم الاجابة تكون مقنعة. اما ان انت حبيت تطور من نفسك اكتر، لقيت ان المكان ده ما بيحققش طموحك، لقيت مثلا ان بيئة العمل لا تسمح بالتطوير، او انت حاسس ان انت مهما قعدت في المركز او في المؤسسة دي مش هتطور، او انت حاسس ان المؤسسة دي مش عندهم تطوير. بس خلي بالك اوعى تخبط في مكان الشغل السابق بتاعك، لان انت لو خبطت هتدي ايحاء للشخص اللي انت بتعمل معاه الانترفيو انك شخص ما بتبقاش على المكان اللي انت كنت شغال فيه. طيب لو العكس والمدة كانت قليلة، برضو ده بيدل ان انت ما بتقعدش في مكان. يعني انت شخص، يعني 6 شهور قليل، يعني انا شايف ان 6 شهور دي في مكان قليل. تخيل بقى بتقعد في 3 شهور وشهر، وفي ناس بتقعد كده اسابيع وتمشي. فانت لو حطيت المدة الصغيرة دي خلي بالك هتتسأل فيها، ليه قعدت 3 شهور؟ هل اتطردت؟ انا اسف. هل عملت مشكلة ومشيت؟ هل
المكان شاف ان انت مش كفء، فلازم تبقى عارف انت مشيت ليه وعندك الاجابه المقنعه. طبعا في اجابات مقنعه، زي مثلا انا غيرت محل اقامتي، زي مثلا كنت بعمل دراسات عليا، زي مثلا ان انا حبيت اطور من نفسي في مكان اخر، حسيت ان المكان ده ما بيضيفليش حاجه، حسيت مثلا ان الراتب بتاعي ما كانش كافي وانا امكانياتي اكبر من الراتب ده بكتير. دي اجابات. في حاجه ممكن تقولها في وانت بتشرح الخبره العمليه بتاعتك او التدريب السابق، هي القدره على استخدام البرامج العمليه او البرامج الشهيره. ممكن تقولها في الجزئيه دي او ممكن تقولها في الجزئيه الخاصه بالكورسات. لو انت عندك خبره عمليه من خلال الدراسه بس ما خدتش فيها كورسات، فضيفها في الخبره العمليه والشغل العملي بتاعك. فان وليكن مثلا قادر على العمل ببرنامج، انا بقدر اشتغل ببرنامج بورتج كويس جدا وبقدر اعمل الصوره الجانبيه، او بقدر اقيم الاطفال من خلال الصوره الجانبيه، وبقدر بعد كده اشتغل ببرنامج بورتج. بقدر اشتغل بنموذج دينفر، او بقدر مثلا بشتغل بنموذج او ببرنامج ايبلز. بقدر مثلا اشتغل ببرنامج تيتش، بقدر اشتغل ببرنامج لوفاس، كل الحاجات دي. فبقدر ادي للشخص اللي قدامي ان انا يعني قادر. بس خلي بالك ما تقولش كلام انت مش قده. لو انت قلت قادر اشتغل بلوفاس، توقع ان هو هيسالك في لوفاس. قادر بشتغل بتتش، هيتوقع ان انت هتسال في تتش. ولسه هقول لكم على حاجه في الاخر كده، يعني كلكم هتقعوا فيها، لازم تخلي بالكم منها. لو انت اي حاجه قلتها له لازم تتوقع اسئله فيها وتكون عندك الاجابه الكافيه والواضحه، فما تتفزلكوش. توقع سؤال هيجي لك دايما في نهايه الانترفيو: تتوقع الراتب اللي انت هتاخده معانا كام؟ وده سؤال كده دحلاب. بيبقى الشخص اللي بيعمل انترفيو معاك عايز يوصل، يشوف دماغك يعني واصله لفوق ولا انت لتحت. انا نصيحه، لو انا داخل بعمل انترفيو، انا بسميها دراسه، بعمل دراسه للمكان. يعني انا رايح على مركز في منطقه وليكن شبرا الخيمه، فانا بنزل قبل ما اعمل الانترفيو على المكان او في حوالين المكان، وبحاول اسال فيه الاماكن او المكان اللي فيه المركز ده. المكان ده اسعار الجلسات فيه ايه، ولو قدرت اوصل لاخصائيين داخل المكان اعرف الرواتب بتاعتهم كام. ما عرفتش اوصل، بروح لاقرب مركز اخر وبعرف منه التفاصيل دي. بعمل دراسه، بشوف سوق او نطاق المكان اللي فيه المركز ده، الرواتب عامله ازاي، وكمان اسعار الجلسات لو انا هشتغل بالنسبه. فبالتالي محتاج ان انا اعرف تفاصيل عشان لما اجي اقول راتب ابقى انا قده. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه، فبالتالي انت الجزئيه الثانيه ان انت تبقى مقدر نفسك كويس جدا وعارف انت قيمتك السوقيه كام. وده بيجي طبعا مع الخبرة اكتر ومع المرات انك تشتغل فيها. فبالتالي لما تيجي تنطق موضوع الراتب بتاعك لازم تاخد بالك انك ما تقلش عن الراتب، سواء اللي كان فيه اخصائي قبلك او الاخصائيين الحاليين. ممكن تزيد او تخلي الراتب بتاعك ازيد شوية. هو هيقول لك اذا كان الراتب ده زيادة او اقل. ممكن يقول لك لا احنا اقل شوية، ولكن ممكن في قابلية للزيادة. فبالتالي ما تحاولش تقلل، لان انت لو قللت ممكن يعني ياخد بالكلام بتاعك ويديك الراتب اللي انت توقعته، ودي حاجة مش لطيفة. تمام. اذا تم القبول، وما اعتقدش ان ده بيحصل في الانترفيو الاولاني، يعني لو حصل قبول بعد كده في الانترفيو، على اعتبار ان اللي حصل قبول في وقتها، يعني في اماكن بتقول لك خلاص انت معانا. مهم جدا انك تتفق على شوية تفاصيل. اولا الراتب بشكل موضح، عدد ايام العمل، بتشتغل قد ايه في الشهر او في الاسبوع، عدد الساعات، الاجازات بتتاخد ازاي، هل في استئذان. كل تفصيلة انت حابب تعملها ومتوقع انها تحصل لازم تتكلم فيها. العقد شريعة المتعاقدين يعني زي ما بنقول. فبالتالي التفاصيل دي هتقيك من مشاكل ممكن تحصل لك في المستقبل على اتفه الاسباب. حتى الخصم بيحصل ازاي. لو انا غبت في يوم بدون اذن مسبق او بدون اجازة مسبقة، هل بيحصل خصم؟ والخصم بيكون شكله ازاي؟ هل في بونص؟ هل في حوافز؟ دي بالنسبة للرواتب. لو انت هتشتغل بالنسبة وانت شخص بروفيشنال ومش عايز تشتغل براتب خالص، او انت هتشتغل براتب حد ادنى وليكن راتب صغير ولكن هتشتغل بالنسبة بالاضافة للراتب بتاعك، على اعتبار ان انت هتشتغل بالنسبة فقط، فلازم تحدد النسبة بتاعتك وتبقى عارف اذا كنت هتجيب الادوات بتاعتك الشخصية هتشتغل بيها مع الاطفال ولا هتشتغل بالادوات الخاصة بالمؤسسة او بالمركز.
عشان ده بيفرق بالنسبه، ده بيفرق في النسبه بشكل كبير جدا. فتخيل انك مثلا وليكن النسبه بتاعتك كانت هتبقى 40%، ممكن توصل للعكس تبقى 60% وهم ياخدوا 40 او 30، لان انت ادواتك من عندك. ممكن تبقى 50 50 حسب الاتفاق وحسب الديل اللي انت بتعمله مع المؤسسه انت وشطارتك يعني. اما عن السي في والشهادات، يعني ناخد بالنا بقى من اللي جاي، ده مهم جدا. السي في ممكن تعمله فيه دلوقتي مواقع على الانترنت بتدخل فيها البيانات، يعني بتبقى فيها فورم جاهز، يا دوب بتدخل البيانات وبتديك الايه، السي في جاهز. او ممكن تعمل السي في بتاعك على برنامج الوورد او على اي برامج اخرى ويبقى عندك السي في جاهز بتاعك. حلو. اعمل منه نسخه الكترونيه وليكن بي دي اف، ونسخه اخرى ورقيه، وتطبعها اكتر من طبعه وتبقى جاهزه معاك وستاند باي على طول. في ناس بتضيف الشهادات بتاعتها نسخ اسكان وبتعملها وتطبعها بتبقى في السي في، وفي ناس لا ما بتضيفهاش. الافضل ايه؟ الافضل حسب، لو انت هقولك ليه يعني. الافضل لو انت شهاداتك واثق منها 100% حطها. لو انت واثق من اللي انت حاطه وعارف انك هترد عليه حطها. ودي هنقلنا لجزئية تانية. خلي بالك ما تحطش حاجة انت مش عارفها. ما تحطليش 20 شهادة. كل شهادة انت مطالب انك تكون عارفها. جو بتاع زمان ده ما عادش بيحصل. يعني انك تلم لي شويه شهادات وتحطهم في السي في بتاعك، والشهادات دي ملهاش اي قيمه، لان انت هتتسال اصلا، وده لسه هننتقل في الجزء اللي جاي. هتتسال في الحاجات اللي انت حاططها. حاطط لي شهادات بتخصصات، بكورسات، بدراسات عليا، هاجي اسالك فيها تطلع فاضي، يبقى انت الشهادات دي مضروبه ملهاش قيمه. انا مش عايز شهادات، انا عايز قيمه مقابل اللي انت هتعمله لي، اللي انت هتعمل لي قيمه مضافه، انت هتدخل لي دخل، انا هعتمد عليك. ما ينفعش اعتمد على شخص فاضي من جوه. طيب كل اللي فات ده كان حماده، واللي جاي حماده تاني خالص، عشان اللي جاي ده ممكن يعريك في الانترفيو، وهو التخصص. اسئله التخصص اللي انت رايح عشانه. انت حاطط في السي في بتاعك انك اخصائي تخاطب، او عامل كورس تخاطب، او عامل دبلومه اضطرابات نطق وكلام، او عامل دبلومه تربيه خاصه مهني، او عامل تمهيدي. انت حاطط حاجات حلوه قوي وانت داخل على وظيفه اخصائي تخاطب. فانت مطالب انك تجاوب على الاسئله العاديه، مش الواو، في التخاطب. يعني لو حد سالك يعني ايه الفرق بين النطق والكلام واللغه، تجاوب. يعني ايه لدغه او لثغه. يعني ايه لثغه سينيه وازاي بنعالجها. قول لي مثلا ازاي بنخرج صوت الراء او اللدغه الرئيه. قول لي مثلا يعني ايه خنف وانواع الخنف واسباب الخنف. قول لي يعني ايه ديسيرسيا او ابراكسيا. قول لي اسباب التلعثم او التأتأة. قول لي اشهر طرق علاج التأتأة. قول لي مثلا يعني ايه تأخر لغوي، ايه الفرق بين التأخر اللغوي والعي والحبسة الكلامية. قول لي مثلا مراحل تطور اللغة عند الأطفال من سن الميلاد أو من سن يوم. قول لي مثلا أسباب التأخر اللغوي. كلمني مثلا عن أهم البرامج اللي ممكن نستخدمها في حالات التأخر اللغوي. كلمني مثلا عن أهم طرق التقييم. هل تقدر تعمل دراسة حالة لطفل جاي لك؟ هل تقدر تطبق اختبار أبو حسيبة؟ وما إلى ما لا نهاية من الأسئلة. خليك ستاند باي، حضر نفسك كويس جدا 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 للأسئلة، وخاصة الحاجات المرتبطة بالشهادات اللي انت حاططها. لقيت شهادة انت حاططها مش فاكرها، شيلها يا حبيبي، وخليك على قد رجلك، مد رجليك على قد لحافك زي ما بيقولوا. اكيد لو انت جاهز وستاند باي لكل اللي انا قلته ده، اكيد هتبقى قيمة مضافة لأي مكان، واي مكان يتمنى ان هو يشغلك. ولا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ اكيد لا. اتمنى لكم كلكم انكم تشتغلوا وتاخدوا احسن رواتب، بس يعني اشتغلوا على نفسكم اكتر. طبعا لو بتشوف فيديو على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وطبعا ممكن تنتسب للقناة لو انت حابب يعني تشوف كورسات او فيديوهات مختلفة اكتر، او فيديوهات حصرية مش هنشوفها غير للمنتسبين. ولو بتشوف الفيديو على الفيسبوك فتعمل لايك حالا، واستنوني فيديوهات جديدة تانية. سلام.